أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. في حياة كل واحد فينا في مواقف بتفضل محفورة في القلب، مش عشان كانت كبيرة، لكن عشان وجعتنا من ناس كنا شايفينهم الأمان. الغريب إن لما نتألم ونتكلم أو حتى نسكت بيتقال علينا زعلت ليه؟ ردة فعلك كان مبالغ فيها، كأنهم نسوا إن في فعل قبل الرد، في وجع قبل الانفجار، والأصعب إننا نتحول من مجروح إلى متهم. النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن الناس اللي بتمسك في ردة الفعل وتنسى الفعل نفسه، عن اللي بيحاكموا الغضب بدل ما يفهموا السبب، عنك انت اللي طول عمرك بتحاول تبرر انك مش غلط، انت بس كنت متأذي. ساعات بيكون السكوت هو ردة الفعل، بس الناس ما بتفهموش، يقولوا اتغيرت، بعدت، بقيت غريب، بس محدش سأل نفسه هو ايه اللي وجعك للدرجة دي. اللي بيكتم الألم مش ضعيف، ده بس بيحاول يحمي قلبه من وجع تاني، وبيفضل يسأل نفسه هل كان لازم أتكلم ولا كنت هخسر أكتر. ردة الفعل عمرها ما بتكون المشكلة، هي النتيجة. في فرق بين اللي بيصرخ وجواه وجع واللي بيتجاهل وجع الناس كأنه ما حصلش. الناس بتحكم بسرعة، يشوفوا لحظة الغضب وما يشوفوش السنين اللي سبقتها من كبت ومواقف وكسرة قلب. يشوفوك بتبعد فيقولوا كبرت دماغك، يشوفوك ساكت فيقولوا بارد، لكن محدش بيشوف المرات اللي حاولت فيها تشرح وفشلت، اللي عافرت فيها واتكسرت تاني، اللي فضلت تبني فيها جسر التواصل وهم كل مرة بيهدوه. المجتمع بقى بيخاف من الحقيقة ويحب الدراما، مش مهم ايه اللي حصل، المهم شكل اللي حصل. عشان كده دايما بيقفوا ضدك، مش لأنك غلط، لكن لأنك مختلف. الغضب مش دايما ضعف، الغضب أوقات بيكون صوت المظلوم اللي محدش سمعه. وفي ناس بتنفجر بعد صمت طويل، وفي ناس بتنهار في لحظة بعد ما كانت قوية شهور. مش كل اللي زعق قليل تربية، ومش كل اللي سكت حكيم. كلنا بشر وكلنا لينا طاقة احتمال، بس للأسف المجتمع بيمجد الهدوء حتى لو خنق صاحبه، وبيهاجم الغضب حتى لو سببه وجع حقيقي. افهم قبل ما تحكم. أوقات بسيطة جدا، لو حد سمعنا بدل ما يحاكمنا كل حاجة كانت هتهدى. لو سأل بدل ما لام، لو حضن بدل ما انتقد، لو قال أنا حاسس بيك بدل ما مالك مكبر الموضوع ليه. احنا مش دايما محتاجين حلول، احنا محتاجين بس حد يشوف الوجع جوه الكلام. لما تفهم ان محدش هيفهمك زي نفسك، هتعرف ان ردة فعلك مش دايما محتاجة تبرير. لما توصل للسلام النفسي، مش هتدافع عن اللي وجعك ولا عن نفسك، هتتعلم تقول انا اتأذيت بس من غير كراهية، هتتعلم ترد بس مش بنفس الطريقة. كل مرة حد بيلومك فيها افتكر ان اللي ما كانش موجود وقت الوجع ما يستحقش يكون أول حد يحكم عليك وقت الغضب. وفي النهاية ما تندمش على ردة فعل طلعت منك وانت موجوع، لكن اتعلم منها، لأن كل مرة توجع بتكبر، وكل مرة تتحكم بتقوى، وكل مرة تختار السلام على التبرير بتتعافى. خلي دايما شعارك مش لازم يفهمه، المهم تكون انت فاهم نفسك، وساعتها هتعرف انك مش غلطان ومش غلط، انت بس انسان كان محتاج يتشاف مش يتحاكم. وبكده تكون خلصت حلقتنا، واستنوني في حلقة جديدة من مراية الروح، وما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة وتشاركوها مع كل اصحابكم، وقولوا لي رأيكم في الحلقة. اشوفكم على خير يا رب، واتمنى لكم السعادة والخير من كل قلبي يا رب.